السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد. بالنسبة لهذا الفيديو هذا دائما اختكم متأخرة آخر وحدة تنزل الفيديو ديال شي مناسبة. المهم هذا الفيديو هذا ديال الصفوف صايبته السنة اللي فاتت، ولكن ما كتبش أنني ننزله. هنايا بالنسبة للمقادير استعملت كيلو ونص ديال اللوز وكيلو ونص ديال السمسم، واستعملت معاهم كيلو ديال الدقيق. غادي تشوفوا معايا الدقيق بالنسبه للاخوات اللي هنا بالنسبه للوز او السمسم. فبدون يعني بدون ما نكون انني كنجهز هكايا الصفوف، فدائما ملي كنشريهم كنغسلهم. علاش؟ ملي كنحتاجهم كنستعملهم مباشره. يعني انا بالنسبه للسمسم ضروري كنبغي نغسله، يعني اي حاجه اللي ممكن انني نغسلها كنغسلها. بحال هكايا العنب المجفف هذاك ضروري كنغسلو، لان في اغلب الاماكن كيكون هكا يعني ما مغطيش من غير اللي كيكون كيتباع في البلاستيك. على اي هنا بالنسبه للسمسم كنخليه كينشف مزيان هكايا في شي صفاي، ومن بعد كنحطوه هكايا فوق الطبله في وسط الدار عندي، فراه كينشف هكايا بسرعه. هنا بالنسبه للاخوات راه شفتوا شديت لكم واحد اللقطه. بالنسبه للدقيق ديال القمح الكامل سميتو تامبو داي اونو، راه غادي تلقاوه في جميع الماركتات متوفر. وحتى بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو ياخذوا الدقيق بدون غلوتين، حتى هو راه ممكن انكم تلقاوه. راه كيكون في واحد الجهه خاصه الاكل اللي كيكون بدون غلوتين، راه كيكون عنده واحد الجهه خاصه وكيكون مكتوب عليه غلوتينسز. يعني بامكانكم انكم تاخذوه. هنا انا خديت الدقيق ديال القمح الكامل، غادي نعاودها لكم. سميتو تام بوداي اونو، يعني بوداي هي الزرع او القمح، وتام بوداي يعني هي القمح الكامل، يعني بالقمح الكامل. هنا بالنسبه للتحمار، باش انني نختصر عليا هكا الوقت، فحمرت بجميع الطرق حمرت السمسم في المقله، وحمرته في القلايه الهوائيه. بالنسبه للدقيق من طبيعه الحال كنغربلوه يعني في الاول وفي الاخر، فانا كنفضل دائما الدقيق نحمره في الطنجره، لانه كيجيني اسهل من الفران بعده مراحل. علاش؟ لان كنوقف عليه وكنبقى هكا دائما كنحركه. الدقيق كيبغي انكم تبقاو واقفين عليه، يعني ماشي تكونوا كتقضيو الشغل وتكونوا كتحمروه، لانه دغيا كيشد في الطنجره. فضروري خصكم تكونوا مخليين النار يعني جد متوسطه، وتكونوا واقفين عليه. هنا بالنسبه للجنجلان او السمسم، فالفرق اللي كاين ما بين المقله والقلايه الهوائيه هو انه في القلايه الهوائيه كيتحمر كامل، يعني ما كتبقى حتى حبه بيضه، يعني كيتحمر متساوي. في المقله كيجي زوين وكيجي عملي، بديك الهزه هكا كنبقاو نقلبوا بحال اللي كنديروا الخضر صوتي. ولكن ضروري كيبقاو شي حبات هكا بيضين، يعني واخا كيتحمروا كيبقاو هكا واحد الحبات بيضين. هذا هو الفرق، ما كاين حتى شي فرق. اولا بامكانكم تدخلوه للفران، حتى في الفران راه كيتحمر متساوي بحالو بحال القلايه الهوائيه. هنا بالنسبه للدقيق فاش حمرته، راه عاود غربلته. ملي كتبقاو تحركوا بهذيك الدراب اليدوي، راه ما كيتكورش بصفه نهائيه الدقيق. وهو الصراحه وخت انا شخصيا واخا كنت كندير هكا بالسباتول ما كانش كيتكور صراحه الله، خصوصا لا غربلتوه يعني في الاول. هنا درت واحد الكميه ديال اللوز وضفت عليه شويه ديال المغليان من طبيعه الحال، وحيت ليه القشره وقليته. هذه المرحله هذه بالنسبه للناس اللي كيبغوا الاكل صحي 100% بامكانكم انكم تجاوزوها، ما ديروهاش. ولكن مره حتى انا راه كنبغي الاكل الصحي، ما نكرهش نصايب اي حاجه ممكن انني نصايبها في الدار. ولكن بعد مره كنتشهاو ديك الصفوف هكا تكون بنينه. واللوز من اللي كنقليه كيعطي واحد البنه مختلفه على اللي كنكونوا محمرينه، هذه معروفه. ولكن اللي بغى يعني الاخوات اللي بغى ديروا يعني صحي يكون 100%، بامكانكم انكم تستغنوا على ديك المرحله ديال القليان. هنا بالنسبه للنافع وحبه حلاوه، كنغسلهم ما تضحكوش عليا هادشي اللي عطا الله. كنغسلهم وحتى هما كنشفهم بحالهم بحال يعني السمسم والكمون، وكنخليهم كينشفوا مزيان، وكنسخنهم واحد شويه هكايا باش كيطحنوا بسهوله. ومن طبيعه الحال كنغربلوهم باش هكا كيجيونا المواد كاملين هكا ناعمين وما فيهم حتى شي عود، واخا كنكونوا منقينهم. هنا بالنسبه للروبوت اللي كتكونوا كتستعملوا، هذه ما يحتاجش نوصي عليها، ولكن ما فيها كيف كنقولوا في الاعاده افاده. ضروري الروبوت اللي تكونوا كتستعملوا خا يكون نوعيه جد جيده، كخصو يرتاح، من حق هذاك الروبوت انه يرتاح. لان اي روبوت
كيف ما بغى يكون نوعه خاصو يرتاح. ماشي تفكروا انكم خاصكم تصايبوا الصفوف وصافي تبداو وخاصكم صافي تحيدوا عليكم هذه المهمه. لا، ضروري خاصكم مره تخليوه يرتاح، ما فيها بس تكونوا كديروا شي حاجه ومره ديروا واحد النغيزه تحركوا هكا. انا هكا الصراحه كندير، يعني كنبغي الحاجه اللي كتنفعني انني نحافظ عليها. هذه هي الفكره ديالي. هنا بالنسبه للمسكه الحره، بالنسبه للاخوات اللي هنا سميتها داملا ساكز. ساكز هي المسكه، بعد المعنى ساكز هي المسكه. غادي تلقاوها متوفره عند جميع الاخوان والاخوات اللي كيكونوا كيبيعوا البهارات، راها متوفره عندهم. غير كتدخلوا اما تسولوا عليها سميتها داملا ساكز، او لا كتحلوا عويناتكم راه كتبان لكم كتكون معلقه. اغلبيه كيكونوا في المحلات معلقينها، ولا لاحظتوا في الماركيتات راه كتلقاوها في البلاصه ديال يعني ديال الخلاص. ملي كتكونوا كتخلصوا وكتاخذوا السلعه ديالكم، راه اغلبيه في الماركيتات كتكون معلقه 11 شخص اللي كيكون يعني فلاكيس بهذا المعنى. غير خصكم تردوا البال، راه متوفره هي والكوزه راه متوفرين في جميع المحلات. هنا غربلت جميع النواشف، وهذاك اللوز اللي شفتوني قليته وراه خليت منه شويه هكا للتزيين، وشويه طحنته هكا غير هرمشته باش تجي ديك هكا ديك القرمشه. وبالنسبه للسمسم او الزنجلان هو اللوز راه طحنتهم حتى كيبداو يطلقوا الزيت ديالهم. هنا راه ما تنضيف معاهم والو، كنبقى نطحنهم وكنصبر عليهم حتى كيطلقوا داك الزيت ديالهم، باش كنتفاداو اننا الا ضفنا شويه ديال الزبده او زيت الزيتون او العسل فكنتفاداو اننا نضيفوا كميه كثيره. يعني كنكتفيو بهذيك الزيوت اللي كيطلق لينا السمسم او هكايا اللوز. المهم هنايا خاصكم كتاف خالي كل وحده فينا كتحتاج كتاف خالي ملي كتبغي تخلط الصفوف. ولكن اللي ما عندهاش خالها بامكانها تستعمل الزوج ديالها. انا ما كانش الزوج ديالي، وهنايا انا والله العظيم راه صايبت هاد الصفوف هذه. راه كنت تقريبا عندي 2.5 او 3 شهور في الحمل. يعني كنت ختكم مهدوده، ولكن الصفوف راها شي حاجه اللي بالنسبه لي انا شي حاجه هي الوحيده اللي كنغلب عليها وكتعجبني انني نصايبها. يعني كنلقى فيها واحد المتعه الصراحه الصفوف، وكتحسسكم بديك الاجواء هكا ديال رمضان، وديك الريحه كتكون ما شاء الله عاطيه زوينه. وهنايا خلطتها انا وبنتي من طبيعه الحال. المهم راه ضفت حتى القرفه، راه غير ما ذكرتهاش، حتى هي كنضيفوا منها هكايا. المهم بنتي راه كتذوق على فكره راه ما ولاتش حطت يدها، راه مشات غسلت يدها ولا جات حطتها، لان هي مسكينه راه ما عارفاش، راك ما عارفين يعني. واخا كنعياو من ننبهوهم ولكن تشهد المهم هنايا ضفت انا العسل، لان في هذه المرحله هذه انا كنت كنعاني من سكر الحمل، فكان ممنوع عليا السكر بصفه نهائيه، فضفت العسل. المهم هذا العسل هذا راه نوعيه جيده. ومن بعد هكايا ضفت شويه ديال السكر كلاصي. شفتوا هنايا هذاك اللوز اللي قليت راه فرقته هكايا، شديت اللوزه وفرقتها هكا على جوج باش تخرج ليا كميه اكثر. الا ما بغيتوش تفرقوها كتخليوها وحده وحده. انا غير باش تخرج ليا هي هكا كميه كثيره ففرقت كل وحده هكا على جوج، وخليت منه عاود هكا باش نزين الفوق. المهم هنايا خلطت جميع المقادير، ما نعاودش لكم على الريحه. ما شاء الله الريحه كتشموها من بعيد من الدرج. هنايا قاديت هكايا السلو او الصفوف هذا الماعون هذا، وقاديته هكايا درت ليه هاد التزيين هذا. من طبيعه الحال بنتي مستحيل تخلي هاد الاعمال هذه، ضروري كتبغي تصايب. سبحان الله البنيتات كيقول لك البنيتات عكس الاولاد او الاطفال، يعني الذكور عكس. سبحان الله البنيتات كيبغيو اي حاجه كيبغيو يحطوا فيها يدهم وكيبغيو يصايبوها. المهم هنايا شفتوا قاديته بهذه الطريقه هذه. المهم الطريقه ما كيهمش التزيين، كيهم هو المذاق هو اللي يكون زوين. وهنايا كنت خديت واحد المنظمات هكايا وحطيتهم في واحد المجموعه للاخوات. بالنسبه للاخوات اللي كيتوحموا، بالنسبه اللي ما بامكانهاش انها تصايبها، بالنسبه اللي ما كتعرفش بزاف ديال الاخوات كيقول لك ما كنعرفوش نصايبوها. الصراحه الصفوف انا كتجيني سهله وكنلقى فيها واحد المتعه الصراحه ملي كنكون كنصايبها. وهنايا قاديتهم بالميزان باش ملي نعطيهم ما نكونش حسيت بانني عطيت هذه اكثر وهذه قل فعبرتهم بالغرام
او قاديتهم هنايا في هاد المنظمات هادو. المهم اللي صايبه بنتي راكم شفتوها. كنتمنى هاد الفيديو هذا ينال اعجابكم، ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، في امان الله.